معانا دلوقتي دامبلينج فراخ. بيبقى شكلها كده. بتتقفل يعني بطريقه معينه. هوريكم دلوقتي طريقه تحضيرها ازاي، من العجينه للحشوه لحشوتها وقفلتها وكده يعني. هي دي العجينه في الاول خالص، بكون يعني عجناها ومكوراها. بتعجيني العجين ده ازاي؟ عباره يعتبر عن دقيق وميه وملح، بس يعني طريقتها في ان هي مش تبقى طريه قوي، بتتعمل يعني بطريقه معينه عشان برضو ان هي ايه مش تبوظ وهي بتتعمل وهي بتتشكل، او هي بتتظبط وكده يعني. ودي عباره عن ايه الاكله دي يعني؟ هي اكله صيني، يعني مشهوره في الصين وكوريا، بس كل بلد ليها يعني التتبيله بتاعتها او ليها الحطه بتاعتها يعني التتبيله والحاجه بتاعتها في الحشوه. اه، وفي منها فراخ ولحمه. دي الحشوات. ايوه، دي حشوه ايه؟ دي حشوه لحمه ودي حشوه فراخ. يعني انا اللي بعملهم كلهم، او احنا اللي بنعملهم كلهم يعني من الصفر يعتبر. تمام. هي والعجينه وكل حاجه. طريقتي طلعت احلى بكتير وعجبت الناس كلها، يعني كل اللي بيدوقها بيقول لي حلوه جدا يعني عاوز منها تاني، بيطلبوا تاني ضعف. احنا لازم نلف يعني العجينه تبقى سمكها رفيع خالص، يعني تبقى ايه، مبينه الصوابع من ورا كده، لو انتوا شايفين الحاجه من وراها ايه. ولو عاوزين نفردها تاني بعد ما تتقطع بنفردها. عشان كل ما تبقى رقيقه او سمكها رفيع بيكون افضل. ايوه بالظبط. حشوه لحمه، هي بتبقى عباره يعني الخضار المحطوط فيها بصل اخضر، بقدونس، وحاجات تانية بقى، توابل تانية. سر الناس. ايوه. ولفتها بقى اللي هي تبقى تبقى شكل شبه ده كده. الوردة كده، تبقى كده. الشكل ده تعمليها ازاي؟ تبقى كده، تاخدي حتة من هنا كده وتعمليها كده. دي مطلوبه ومرغوبه يا جدا. الناس يعني اللي هو يعني بالقطعه بقى بيجيبوها ولا بتبقى عشان الوجبه ازاي منها؟ هي في منها سمول وميديوم ولارج. السمول 6 قطع. عاوزينها فرايد او ستيم عادي، مع الصوص بتاعها. وفي الميديوم برضو بيبقى 8 قطع. نحطها في الزيت تتقلي، تاخد قليتها، عشان ده اللي حد عاوزها مثلا كريسبي، حد عاوزها مثلا تبقى مقرمشه. تاخد وقت قد ايه؟ يعني مش كتير، على حسب، بس يعني ممكن مثلا 5 دقايق، متاخدش كتير في هي الزيت. لازم تكون بتبرش جامد. بتقرمش كده العجينه، بس هي اللي بره بس بتقرمش. دامبلينج اللي احنا كنا قليناه بنطلعه بقى، نحطه في الطبق، تاخد كده شوب ستيك، تغطي في الصوص وتتاكل بألف هنا. بس خلاص.